بص انا مش شايف اي حاجه، فانتوا حطوني في المكان يعني قولوا لي. بس كده انت شايف المهم، انت شايفني، انا سامعك. انت شايف انا سامعك. بس انت واقف كده مظبوط حلو. والدنيا حلو. زي الفل، ما اجيش لا يمين ولا شمال. الايام دي معلش. ماشي بس انت بتوسطن كده يلا. الناس حلو مستنياك. حلو جميل. يلا فانتازي الدوري الانجليزي. قبل ما اخش اصور الحلقه دي بالظبط بدقيقتين كنت بمسح النضاره بسيط كده، ففجاه لقيتها في ايديا عامله كده اهو، قطعتين بسم الله ما شاء الله. في الجوله 13 جايب 28 نقطه، ده اولا. ثانيا الجوله 14 جوله دعم المؤاخذه، وادي النضاره اهي اتكسرت. يعني اعمل ايه انا بقى؟ عزيزي المشاهد لو انت شفتني ببص لك في اي حته ثانيه عديها، انا مسنتر نفسي بالظبط على الكاميرا. اهلا وسهلا بيكم في الحلقه التحضيريه للجوله 14 من فانتازي الدوري الانجليزي. هي جولتين ولاد 60 في 70، انا ما بحبهمش لان دايما بخيش فيهم قوي، لكن عندنا برضو ماتشات قويه في الجوله دي. عندنا توتنهام قصاد مانشستر سيتي، عندنا برضو ماتشات سهله، وعندنا فرق قدامها ماتشات سهله، فلذلك هنبتدي ان احنا نفكر ونركز عليها زي ليفربول. هنبتدي برضو نركز شويه اكتر في لعيبه ارسنال. فقبل ما نتكلم في اختياراتنا وقبل ما نتكلم في فقراتنا، ما تنساش اللايك وسبسكرايب وشير وشاركنا على قناه السوشيال ميديا اللي هتلاقيها في الديسكربشن. وبص وركز كويس قوي في الديسكربشن عشان في حاجه مهمه لازم تلاقيها جوه، وكود دوري الهاتريكويه برضه هتلاقيه في الديسكربشن، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. فلو عملت لايك وعملت سبسكرايب يبقى يلا بينا بسرعه نتكلم عن فانتازي الدوري الانجليزي الجوله ال 14، ونخش على طول على فقراتنا مين يزور ومين يغور. مين يزور تشكيلتك للجوله 14 من فانتازي الدوري الانجليزي وممكن يكمل معاك جوله او جولتين بعد كده، ومين يغور من تشكيلتك فانتازي الدوري الانجليزي الجوله 14 وما يكملش معاك للجولات اللي بعد كده. في مين يزور عندنا 3 اختيارات. الاختيار الاول هو تسيميكاس. تسيميكاس ظهير ليفربول بيلعب مكان روبرتسون، لان عم روبرتسون غياب لغايه يوم 21 يناير، وتسيميكاس عنده 3 ماتشات في المتناول، عنده فولهام وعنده شيفيلد وعنده كريستال بالاس ال3 جولات اللي جايين، فتسيميكاس لازم يكون معاك. وبنتكلم في سعر حنين، بنتكلم 4.7 مليون. يلا عندك ستوبينيان بيع ستوبينيان وهات سيميكاس. واما اللاعب الثاني وللاسف يعني هو اختيار مناسب، يعني للاسف هو اختيار مناسب، المازنيشينكو او الزفتشينكو، يعني للاسف هو اختيار مناسب. الباشا ده يعني بيطلع كلين شيت، القوه الدفاعيه والصلابه الدفاعيه بتاعت ارسنال بقت اقوى بكتير من زمان، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الباشا ده عمل ما عملش بياخد بونص في ماتشات كتير، لو رجعت تبص عليها هتلاقيه جايب 2 بونص و3 بونص. الماتش اللي فات طلع ب10 نقاط، الماتش اللي قبله طلع ب9 نقاط، الماتش بتاع نيوكاسل اللي غلبناه 1-0 طالع بنقطه نقطتين، لكن الماتش اللي قبله جايب 7 والماتش اللي قبله جايب 6. فزينتشينكو للاسف يعني هو هاتوا. واما الاختيار الثالث وهو ايزاك مهاجم نيوكاسل، كان مصاب رجع من الاصابه، عنده برضه ماتشات. الماتش الجاي قصاد مانشستر يونايتد ممكن يسجل فيهم بمنتهى السهوله. بنتكلم في الاكسبكتد جولز او الفرص اللي هو او المساهمات اللي بيعملها خلال المباراه 1% او يعني نقدر نقول 99.99%، يعني الاكسبكتد جولز بتاعته بالظبط 99.9، المساهمات بتاعته كلها. فالخطوره كلها او يعني من احد مصادر الخطوره عند نيوكاسل ضد اي فريق بتبقى في ايزاك. اما عن مين يغور فهنبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. اليسون بيكر اصابه وهيغيب لغايه 12 ديسمبر تقريبا، فانت اليسون بيكر لو عندك اركنه، يعني لو عندك قول له مع السلامه شكرا. لكن لو بتفكر او لو عندك حارس مرمى بديل قوي وبيلعب اساسي في فرقته وبيجيب نقاط، خلاص يا عم هات اليسون بيكر، حطه دكه وحط الحارس بتاعك الثاني كويس. لكن لو الحارس الثاني بتاعك هلهلي والدنيا في الصلمبح يعني عنده، لا خلاص بيعه بقى اليسون بيكر وهات اي حد ثاني. اللاعب الثاني في مين يغور هو نيكيتا لاعب ارسنال. خلاص خيسوس رجع، خيسوس هو اللي هيرجع يلعب اساسي، ونيكيتا بقاله جولتين 3 على اخر حاجه شفتها ما عملش حاجه، فنكيتا نقول له شكرا خيسوس رجع. وما الاختيار الثالث ويسا مهاجم برنتفورد، اخر 4 جولات ما عملش حاجه، نقطتين ما عملش اي حاجه. ويسا الماتش اللي جاي قصاد لوتون تاون، والله حضرتك عايز تجازف وتخليه الماتش الجاي دي حاجه ترجع لك، لكن احنا شايفين ان هو كفايه خلاص بقى خلصنا. فانت لو عايز تدي الفرصه الاخيره قصاد لوتون تاون اديها له. نمبر 1 الجوله 14 من فانتازي الدوري الانجليزي. وخليني قبل ما اقول لك مين هو نمبر 1 اللي اخترناه احنا كهاتريكويه، خليني اعرض لك احصائيه ومقارنه ما بين
واتكنز مهاجم استون فيلا اللي عنده ماتش قصاد بورنموث في ارض بورنموث، ومحمد صلاح جناح ليفربول اللي عنده ماتش قصاد فولهام في ارض الانفيلد. زي ما انت شايف قدامك الارقام بتوضح قوه او بتوضح النتائج اللي جايبها كل لاعب، فانت برضو شاركني. يعني احنا مش بنعمل الحلقات كمننا احنا بس ليكوا ان احنا بنقول لكم نصايح، لا انتوا كمان شاركونا ارائكم. فانت شايف مين اللي ممكن يكون نمبر 1 الجوله دي؟ هل واتكنز ولا محمد صلاح؟ خلينا اديلك هنت صغير كده عشان تساعدك ان انت تشوف مين هو نمبر 1، صلاح ولا واتكنز. اقول لك ان واتكنز هيلاعب بورنموث اللي هو ثالث اضعف خط دفاع في الدوري الانجليزي هذا الموسم لغايه دلوقتي، دخل فيه 28 جول خلال ال 13 جوله. لكن لو جينا نبص على فولهام هتلاقي فولهام ثامن اسوأ خط دفاع في الدوري الانجليزي هذا الموسم لغايه دلوقتي ب 22 هدف دخلوا فيهم. اما احنا كهاتريكاويه فاحنا اخترنا نمبر 1 هو واتكنز قصاد بورنموث هيكون هو نمبر 1 الجوله. هاتريك كابتن، مين الكابتن المضمون اللي كابتنه للجوله 14 من فانتازي الدوري الانجليزي؟ فهقول لك محمد صلاح. بص احنا كنا حيرانين في نمبر 1 ما بين واتكنز ومحمد صلاح، انا بقول لك دلوقتي الكابتنه الاساسيه او الكابتنه المضمونه على محمد صلاح قصاد فولهام. اما الكابتنه الريسكي بقى اللي تتحنيك فيها شويه وتحس ان انت مختلف عن الناس، ولو ضربت معاك يعني لو رشقت معاك تضرب معاك قوي وتفرق معاك في الدوريات اللي انت بتلعب فيها، هقول لك داروين نونيز هو الكابتن الريسكي لهذه الجوله. داروين نونيز لعب 12 مباراه او شارك 12 مباراه خلال هذا الموسم في الدوري، جايب 4 اهداف و4 اسيستات. بنتكلم في الاكسبكتد جولز نص كل ماتش. اما عن رشقت، لاعب نسبه امتلاكه ضئيله او ضعيفه ومش كل الناس شارياه، لكن لو معاك هيفرق معاك بشكل كبير جدا. وهقول لك برضو تسيميكاس خلال هذه الجوله بنتكلم في نسبه امتلاك 12.9%. طبعا بعد الحلقه هتبقى 13% او 14-15% لان احنا جمهورنا كبير. وتسيميكاس هيفضل يلعب معاك في الماتشات السهله اللي جايه قدامه بقى، بقول لك فولهام وشيفيلد وكريستال. فتسيميكاس يعني مينيمم 6 نقاط يا باشا، مينيمم اللي هو كلين شيت. انا ما كلمتكش في اسيستات، ما كلمتكش في اهداف. اما عنا شنت يا فالح، لاعب نسبه امتلاكه عاليه لكن مش هيعمل حاجه الجوله الجايه، وللاسف انا بقولها وقلبي يعتصر، الا وهو سون الكوري الجنوبي مش هيعمل حاجه الجوله اللي جايه. يا جدع قصاد استون فيلا جاب هاتريك اوفسايد، والثلاث جولات الاخرانيين مغلوب، والثلاث جولات الاخرانيين 2 نقطه لكل جوله. سون منحسه معاه بقى لها 3 جولات، فسون الماتش اللي جاي قصاد مانشستر سيتي مش هياكل ولا هيشرب. طبعا انت عارف ايه اللي هيحصل مع سون الجوله الجايه. اللهو الخفي، لاعب نسبه امتلاكه قليله جدا 5% او اقل، وفلوسه قليله جدا، وعنده ماتش بالنسبه لفرقته ماتش تقيل او ماتش في المتناول بالنسبه له. فاحنا الجوله دي بنختار ماك بيرن من شيفيلد يونايتد. بنتكلم في نسبه امتلاك كام بقى؟ تخيل، ولا 5% ولا 3% ولا 2%، 0%. مفيش حد شاري، ده هو نفسه مش شاري نفسه. عنده ماتش قصاد بيرلي، شيفيلد وبيرلي بيحاولوا ان هم يعني ايه، يعني عينوا ميت، بس انا مش لازم اوضح اكتر من كده. يعني من على الدكه، لاعب بينزل من دكه فرقته وبيعمل تاثير كبير او بيجيب جون او اسيست مع فرقته. وتاني مره هختار فيرجسون برضو من برايتون، بينزل مكان جواو بيترو بيعمل تاثير كبير. هاتريك دريم تيم، اكتر 11 لاعب هيجيبوا نقاط خلال هذه الجوله. وبفكرك تاني ان احنا مش بنلتزم بال100 مليون بتاعه الفانتازي، ولا بنلتزم ب3 لعيبه من كل فرقه. احنا بنقول لك اكتر 11 لاعب هيجيبوا نقاط وخلاص. في هذه الجوله بنلعب بتشكيله 3-4-3 في حراسه المرمى فليكن من برنتفورد. واما عن ثلاثي خط الدفاع فهم تسيميكاس من ليفربول، وتريبيه من نيوكاسل، وبالدوك. واما عن رباعي خط النص فهم صلاح من ليفربول، ومبويمو من برنتفورد، ودوغلاس لويس وحط تحته 3 مليون خط من استون فيلا، وساكا من ارسنال. واما عن ثلاثي الهجوم فهم واتكنز من استون فيلا، وايزاك من نيوكاسل، وداروين نونيز من ليفربول. والله زعلان على النضاره. تقريبا دي من الجولات النادره اللي ما نختارش فيها هالاند تماما، رغم ان هو برضو يعني بدع في ماتش دوري الابطال وجاب جون تقريبا او جونين، لان انا شريف دوري الابطال وجايب لي بالكابتنه 12 نقطه، وبرضو بدع برضو قصاد ليفربول. عايز اقول لك كمان نقطه مهمه جدا، ان الحلقه دي اتصورت بعد اليوم الاول من ماتشات دوري الابطال، بعد يوم الثلاث. يعني انا لسه ما شفتش ارسنال عشان انا كنت بقول لك ساكا في وقت اذاعه الحلقه، عشان ما حدش يمسك عليا غلطات. في وقت اذاعه الحلقه لو ساكا
قصاد لينس اتصاب او حصل له حاجه او قال لك غياب مثلا عن الماتش اللي جاي قصاد في الدوري الانجليزي، خلي بالك انا بقول لك اهو من دلوقتي، انا على الوضع الحالي انا ما شفتش لسه ماتش ارسنال ولينس. وعايز انصحك كمان نصيحه، لو انت لسه هتشوف حد من مانشستر يونايتد، احنا بالنسبه لنا دلوقتي لسه ماتش مانشستر يونايتد قصاد جالاتا سراي لسه ما اتلعبش، فانت لسه بقى هتفكر في برونو، لسه هتفكر في راشفورد، يخلص الماتشات او يخلص يوم الاربعاء وابتدي فكر في الدوري الانجليزي. شكرا جدا ليك يا صديقي ان انت وصلت معايا لغايه هنا. ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير وشاركنا على قناه السوشيال ميديا، هتلاقيها في الديسكربشن، وتركز في الديسكربشن عشان في حاجه مهمه جدا لازم تشاركنا فيها. شكرا جدا ليك، سلام.